السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب كلكم تكونوا بخير. بقالي كتير قوي منزلتش فيديوهات لاني بصراحة ما بلاقيش اي تفاعل على القناة. اتمنى ان شاء الله يكون في تفاعل، وتتفاعلوا معايا كده والدنيا تمشي معايا على القناة. بصراحة ان القناة مش ماشية، ده ما بيشجعنيش خالص بصراحة ان انا اصور فيديوهات. فاتمنى ان شاء الله ان انتوا كده تتفاعلوا على الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم. هنعمل مع بعض البسبوسة القمر دي. الطريقة دي طريقة أنا كنت معتمداها زمان، كانت الطريقة الأساسية بتاعتي، فقلت أصورها لكم وأوريها لكم وإن شاء الله تعجبكم. معايا هنا ده كيلو دقيق بسبوسة سايب، هفضيه هنا في بولة معاكم. علشان تعرفي نوعية الدقيق حلوة ولا لا، تحطي ايدك في الدقيق كده، لو ساب اي اثر دقيق في ايدك تعرفي ان هو نوعيته مش حلوة، لكن لو ما سابش اي اثر دقيق في ايدك تعرفي ان هو نوعيته كويسة ويكون الحبات بتاعته ناعمة. تمام. حطيت رشة ملح معلقة صغيرة خالص، ربع معلقة صغيرة، وقلبتها. وبعد كده جبت كوباية سمنة سايحة، او يعني مسيحاها علشان تدوب معايا على طول كده، احنا في الشتاء دلوقتي. وقلبتها كويس زي ما انتم شايفين. وبعد كده هجيب كمان نص كوبايه، هو كيلو دقيق بياخد معايا كوبايه ونص. وان شاء الله بالنسبه للمقادير هسيبها لكم كلها في صندوق الوصف. لو حابه تعملي نص كيلو اقسمي المقادير، يبقى نص، يعني ده كيلو، انا شغاله دلوقتي في كيلو. لو حابه نص كيلو يبقى هتحطي السمنه كوبايه الا ربع سمنه، احنا معانا هنا كوبايه ونص سمنه. تمام. بعد ما قلبتها كويس قوي حطيت هنا معايا جوز هند، ده حوالي كوبايه الا ربع جوز هند، وده اختياري، يعني لو انت مش حباه مفيش مشكله. واحط السكر هنا معايا كوبايه ونص سكر، ولو هتعملي نص كيلو بتحطي كوبايه الا ربع سكر. تمام. هقلب بقى السكر كويس مع البسبوسه وجوز الهند ومع السمنه كده، هدني اقلب فيهم لحد ما اتاكد ان السكر بدا يدوب. هو طبعا مش هيدوب دوبان تمام يعني، بس ايه، يعني اتاكد ان هو فيه نسبه دوبان مع البسبوسه وجوز الهند. معايا هنا بقى بوله، هحط كوبايه زبادي، واحط هنا كوبايه لبن ونص كوبايه ميه، وهحط بيضة. وما تستغربيش من البيضة، هي الطريقة دي حلوة جدا بصراحة، انا كنت معتمداها زي ما انا قلت لكم في الفيديو. وهنحط هنا طبعا فانيليا علشان خاطر البيضة اللي احنا حطيناها. تمام. بعد كده هبدأ بقى اقلب كل الخليط السوائل اللي معانا، وما تنسوش طبعا من ضمن السوائل اللي هي كوباية ونص سمنة اللي احنا حطيناها على دقيق البسبوسة. هقلب بقى كل ده كويس قوي، ادوب كوباية الزبادي مع البيضة. هقلبه كويس جدا. وبعد كده هنزل بخليط السوائل ده على دقيق البسبوسة وهقلب طبعا، بس انا ما تحاوليش تقلبي كتير. وفي نفس الوقت لازم تتأكدي ان كل ذرات البسبوسة او كل البسبوسة اختلطت مع السوائل اللي انت حطيتيها. تمام. هقلبها كويس بس ما بكترش في التقليب. واتاكد كمان زي ما انا قلت لكم ان كله اختلط مع بعض. وجبت الصاج اللي معايا ده تقريبا مقاسه 42 او 43 في حاجه و50. ان شاء الله هبقى اقيسه لكم. انا كنت فاكره والله مقاسه بس بنسى. هبدا بقى ادهنه كده زي ما احنا شايفين بالسمنه. وبعد كده هبدا انزل بخليط البسبوسه وهسويه فيه. وعايزه اقول لكم ان انا مولعه الفرن، لازم البسبوسه تدخل على فرن سخن، يعني على نار عاليه، ما تخشش على فرن بارد. لو دخلت على فرن بارد هتنشف معاكي وهتكون مش حلوه، لازم تدخل على فرن سخن. ولعت الفرن طبعا وهدخلها على درجه حراره 180. اول ما الاقيها بدات تحمر من الجناب، انا بقطعها هنا معاكم. اول ما الاقيها بدات تحمر من الجناب بقول عليها الشوايه. بالنسبه للشربات معايا 3 كوبايات ونص ميه، عليهم 3 كوبايات سكر، او 3 كوبايات سكر عليهم 3 كوبايات ونص ميه، وعليهم ليمونه كبيره كده بقطعها ترانشات. وبعد كده بقلب كل ده على البارد مع بعضه، السكر مع الميه مع الليمون. وبعد كده هرفعها على النار. لو حابه تحطي فانيليا مفيش اي مشكله، لو حابه تحطي معلقه سمنه بلدي بعد ما الشربات يغلي بتحطيها مفيش اي مشكله. البسبوسه ما شاء الله طلعت معايا، والشربات بسيبه طبعا الاول على نار عاليه، وبعد كده بهدي النار لمده 3 دقايق و4 دقايق على نار متوسطه. بيبقى كده الشربات بتاعها خلاص تمام، شرباتها بيكون خفيف. البسبوسه طلعت من الفرن سخنه والشربات سخن، وابدا اسقيها. هتاخد الشربات كميه الشربات كلها، يبقى كيلو دقيق البسبوسه هياخد كميه الشربات اللي معايا كلها هتشربها. تمام. لو حابه تغطيها مفيش اي مشكله، حابه تسيبيها كده برضو مفيش اي مشكله. هبدا اسقيها وبعد كده هسيبها تهدى شويه. انا سبتها تهدى وهبدا اقطعها تاني بالسكينه، لاني وانا بقطعها اول مره كنت يا دوبك بعلم عليها كده بس من فوق. هبدا اقطعها وهنطلعها بقى ونشوفها مع بعض. متنسوش يا بنات الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، واشتراك لقناتي ولايك للفيديو.
ما شاء الله اللون بتاعها من تحت جميل، ولونها من فوق حلو قوي وجميلة طبعا، وجوز الهند فيها مخليها طعمها حلو قوي. لو انتي حابة تشيليه مش بتحبيه ممكن تشيليه عادي، مفيش اي مشكلة. بالنسبة للمقادير زي ما انا قلت لكم هسيبها لكم في صندوق الوصف. بحبكم جدا جدا، واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. وما تنسوش يا بنات تسيبوا لي كومنت حلو ولايك للفيديو، واسيبكم في رعاية الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.